السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم من جديد بفيديو من عند الحمام. النهاردة يا جماعة هقدم لكم وصفات مهمة جدا في الصيف، علشان تنزل درجة الحرارة اللي عند الحمام، لأن درجة الحرارة مرتفعة جدا جدا خاصة فوق السطوح. فطبعا الشقة عندنا بنحمي نفسنا بمروحة بستارة بنقفل، لكن دي طيور مش هينفع نقفل عليها، وطبعا علشان ما يحصلهاش احتباس حراري فلازم نحط لها حاجات في المية او اي اضافات عندنا نحطها بحيث ان هي تبرد على جسم الحمام، زي ما احنا مثلا بنشرب كوباية عصير، ناكل ايس كريم. طبعا ده طير اخرس ما يعرفش يتكلم ولا يقول عايز، فاحنا لازم نتعامل ونتصرف احنا علشان نحافظ على الطيور من الاسهالات والامراض المعوية، ونحافظ على مناعة الحمام ما تسقطش مننا، وبعد كده نرجع نزعل ونقول الحمام مات لا قدر الله، او الزغاليل حجمها ضعيف جدا. طبعا الحاجات اللي احنا بنضيفها في المية دي بتساعد على نمو الزغاليل، وبتساعد ان الزغلول يبقى كبير ما شاء الله ويهضم الاكل. هقدم لكم وصفات كتيرة الايام اللي جاية علشان تنفع الحمام في الحر. اضافات هنضيفها للمية بحيث ان الحمام عندنا ما يعانيش من اي امراض معوية واي اسهالات، ويحصل له روشة او يحصل له امراض بتسبب في وفاته. الروشة زي اللي هي نيوكاسل، بتلاقي الحمامة عافانا الله واياكم يعني رقبتها اتعوجت، وده طبعا بسبب نقص المية وبسبب ارتفاع درجة الحرارة. الامراض دي بتنتشر وبتيجي في الحر بالذات، فربنا يعافينا جميعا ويسترها علينا جميعا وعلى طيورنا. لازم نحافظ عليهم. النهارده انا عامله حاجه بسيطه جدا جدا هحطها للحمام. اكلت الحمام اهو وابتدي ان انا احط له في الميه. انا حطيتها في الميه وبيشربوها هي، بيشربوها عادي جدا جدا بدون اي مشكله، لان انا مأخداهم على الحاجات ديت اللي انا بحطها في الميه. حاجات بسيطه وسهله في كل بيت، ومش هتتكلف معاكي 3-4 جنيه وهتسقي الحمام كله. حاجه بسيطه ورخيصه جدا موجوده يعني ومتوفره في السوق. هتحطوها على الميه ومش هتندموا، هتدعولي عليها. بتفتح الشاي عند الحمام و... ومليانة فيتامين بي 1 وبي 6، بتقوي المناعة، فيها مضادات أكسدة عالية، بتقوي صحة القلب بتقوي الذاكرة طبعا للبني آدمين وللطيور يعني، وبتنزل الضغط المرتفع لأن الحر بيسبب ارتفاع في الضغط. فالمكون اللي هنحطه في المياه النهاردة بسم الله ما شاء الله مليان فيتامينات، كمان في كالسيوم وفي بوتاسيوم وفي حمض الفوليك. كل ده بيساعد ان قشرة البيضة تكون قوية، وبيساعد على زيادة الانتاج. طبعا الاكل مع الحاجة اللي بنحطها في المية، الاضافات ديت مع كل ده مع بعضه بتبقى حاجة متكاملة كده مع بعض، بحيث ان الحمام تكون صحته كويسة وصحة ريشه والانتاج عنده بيبقى عالي بفضل ربنا، بفضل الحاجات اللي احنا بنحطها للحمام. انا ما بحبش استخدم ادويه يا جماعه، بحب احط حاجات من البيت، بحب استعمل حاجات من البيت للحمام. وفضل الله اللهم بارك يعني بسم الله ما شاء الله الانتاج عندنا زي الفل، واحجام الزغاليل زي الفل بسم الله ما شاء الله. قول اللهم بارك يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هوريكم دلوقتي انا حطيت ايه على الميه وهما بيشربوا دلوقتي، والميه هيبقى طعمها جميل جدا جدا بفضل المكون اللي انا حطيته على الميه. المكون اللي معانا النهاردة هو عصير البرتقال. عصير البرتقال ده متوفر في كل بيت لانه رخيص جدا جدا. كيلو البرتقال ب4 جنيه، مع اي بائع جائل كده في الشارع اشتروا منه. في محلات بتبيعه غالي، لكن اي حد من اللي بيمشوا في الشارع دول البياعين هتلاقوا معاه البرتقال سعره رخيص جدا جدا. هاتوا وشربوا اولادكم في الصيف، لانه بينزل درجة الحرارة وبيقي من برد الصيف وبيقوي المناعة بسم الله ما شاء الله يعني. فهتحطوا للحمام وهتحطوا لأولادكم وهتدعولي. كمان بيقوي العظام. تمام يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. شايفين بنحط اهوت للحمام. الله يقول اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. دي تاني مرة بحط. الشفشق اللي معايا ده كان مليان،
فدي تاني مرة بزود لهم على المية. بسم الله ما شاء الله. وطبعا هنحط الحمام اللي في السلكات والحمام كله، كل الحمام اللي عندنا هنحط له من البرتقان ده، من عصير البرتقان. عندكم عصارة بقى يدوي، عصارة كهرباء، اي حاجة. بسم الله ما شاء الله. هتلاقوا نتيجة ممتازة جدا جدا، وهتلاقوا الحمام منتعش بعدها وعمال يرفرف بجناحاته كده ومبسوط من عصير البرتقان. طبعا الطائر ده هيدعيلكوا، واي حاجة في ميزان حسناتكم. خلصت اهي، عصير البرتقان خلص والمية خلصت ما شاء الله. طبعا انا مش بحط كله عصير برتقان يعني، عشان دي طيور ما يهريش كبدهم، فبحط بتاع نص كوباية على لتر مية، نص كوباية على لتر مية، يعني برتقانتين على لتر مية. مش هتكلفكوا اي حاجة. انا عصرت كيلو برتقان للحمام كله، كيلو برتقان ب4 جنيه للحمام كله، وسقيت الحمام كله. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده اهو. حتى اللي في السلكات بيشرب. طعمه جميل جدا جدا والله يا جماعة. كمان البرتقان اليومين دول مستوي كده وبيبقى مسكر، يعني مفيهوش مرارة ولا فيه اي حاجة ولا فيه ملوحة، بحيث ان هو ما يتقبلش طعمه. ما شاء الله تبارك الله، قولوا اللهم بارك. كله بقى يقدم للطيور اللي عنده، سواء فراخ، حمام، بط، وز، يقدم لهم عصير البرتقان. ولو القشر ممكن تفرموه مع الاكل للفراخ او للطيور العاديه. تبشروا او تضربوها في الكبه وتقلبوها مع الاكل. قشر البرتقان تضربوه في الكبه، او بشويه ميه في الخلاط تقطعوه حتت صغيره وتضربوه في الكبه وتقلبوه مع الاكل، وتخلي الطيور تاكل وهتدعولي. ولا بقى امراض صيف ولا امراض شتاء ولا اي حاجه، وانتاج عالي جدا جدا، لان الفيتامين سي مهم جدا لصحه الحمام ولصحه البيضه بتاعه الحمام. كمان هيزود الانتاج عندكم. اهو حطينا اليمام كمان. بسم الله ما شاء الله. اليمام كان عطشان، حطيت شويه على الميه طبعا عشان الوعاء اللي عنده شفاف فمبين لون العصير البرتقان. اما الحمام اللي جوه بحط له في حاجه فخار فمش مبين اللون معايا. يا ريت يا جماعه تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده، واي حاجه اكتبوا لي في التعليقات، اي اسئله اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات وانا تحت امركم ان شاء الله. واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.